السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا شباب وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. معاكم عبد الله مصطفى، وعلى بركة الله هنبدأ حلقة جديدة. اربط الحزام، الرحلة ابتدت. حلقتنا النهارده عن صفة بتخلي الناس تنفر من الشخص اللي فيه الصفة دي، وهي الغرور. فرق كبير جدا بين الثقة بالنفس والغرور. يلا بينا نعرف الفرق وليه الغرور بيوقع صاحبه في الآخر. الغرور هو إن الواحد يشوف نفسه أعلى من أي حد حواليه، شايف إن هو بس الأذكى والأنجح والأجمل ومفيش حد تاني قريب منه. الثقة بالنفس مطلوبة جدا، بس الغرور إنك تشوف الناس أقل منك ومش مهمين. طب إيه هي أسباب الغرور؟ رقم واحد، نجاح سريع ومن غير خبرة، دايما بيفتكر نفسه فوق أي حد وفوق الكل. رقم اتنين، تربية بيكون فيها دلع زيادة، اتعود من صغره يسمع ان هو الافضل طول الوقت. رقم ثلاثة، احساسه بالنقص وهو صغير، بيعوضه دلوقتي بانه يبين نفسه اكبر واهم من الكل. رقم أربعة، صحبة فاسدة، معظم اصحابه هتلاقيهم بيطبلوا له ومحدش بيقول له الحقيقة. رقم خمسة، عدم ادراك ان كل حاجة بتيجي من عند ربنا، فاكر دايما ان نجاحه بمجهوده هو بس. طب ايه اثر الغرور؟ اول حاجة، بيبعد الناس عنك حتى لو كنت ناجح. تاني حاجة، بيخلي الشخص يرفض النصيحة حتى لو النصيحة في مصلحته. الحاجة الثالثة، ممكن يوقعك في فشل كبير لانك فاكر نفسك معصوم من الغلط. الحاجه الرابعه، بيخلي قلبك قاسي وما بتشوفش اي حد غير نفسك. طب ايه هي طرق العلاج؟ رقم واحد، افتكر دايما ان كل حاجه بتيجي من عند ربنا، النجاح رزق مش بس مجهود. رقم اتنين، اسمع النقد بدل ما ترفضه، ممكن يفيدك اكتر من ان حد يمدحك. رقم ثلاثة، قارن نفسك بنفسك مش باي حد تاني، وشوف نفسك مع الوقت اتطورت ولا لا. رقم أربعة، حاول تتعلم التواضع، اشكر اللي حواليك واعترف بفضله. رقم خمسة، حاول تشوف الناس بعين الاحترام، ممكن يكون عندهم ميزه ما تكونش موجوده عندك. عرفنا دلوقتي ايه هو الغرور وايه اسبابه واثره ايه وازاي نتعالج منه. تعالوا دلوقتي هنتكلم في كام موقف بالفعل حصلوا يفهمونا ويعلمونا اكتر ايه هو الغرور. اول موقف، هتلاقي واحد مثلا وسط اصحابه شايف نفسه دايما ان هو اهم واحسن واحد فيهم، فتبص تلاقيهم واحده واحده بيسقطوا منه وبيبعدوا عنه. موقف تاني، حد من المشاهير بيبص للجماهير بتوعه او الناس اللي بتحبه نظره التعالي او ان هم اقل منه، واحده واحده بيبتدي يخسر جمهوره والناس بتبتدي تكرهه. عامه الغرور بيخلي الواحد ممكن يطلع لفوق بسرعه جدا، بس صدقني هيقع اسرع. ربنا في كتابه الكريم بيقول: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما كبرت انت كده كده عبد لله. خليك واثق في نفسك لكن من غير ما تحتقر اي حد من اللي حواليك. فك الحزام، الرحله لسه مكمله. خلصنا حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنعمله. سلام.